السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، ورمضان كريم عليكم كده يا رب. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم دايما متجمعين ما بين حبايبكم يا رب. الف شكر للحبايب اللي سألوا عني، اخواتي اهل الكرم والجود، ربنا يبارك فيكم يا رب. انا بخير الحمد لله رب العالمين. بس بصراحة حابة ان انا اغتنم شهر رمضان بما فيه الكفاية، محبش اضيع اي وقت. ايوه عارفة ان ده شغل ويعني لازم انزل على القناة يا اما هتقع، بس اوقات كتيرة بقول ان كله بايد ربنا. لو ربنا رايد القناة هتقع هتقع، لو ربنا رايد ان هي تكبر وان شاء الله باذن الله. ده املي في الله، وان شاء الله باذن الله انا املي كبير، وربنا ان شاء الله باذن الله مش هيضيع تعبي، وان شاء الله باذن الله هيرزقني وهيكرمني في القناة، وهيكون لي اخوات من جميع انحاء العالم، وقناتي تكبر وباذن الله باذن الله تكون مليونية، وتكون كلها اخواتي اهل الكرم والجود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هقدم معكم روتين يومي في رمضان. أنا يعني روتين يوم عادي، ما مش اللي هو التبذير في الأكل، واللي هو إن أنا مش عارفة هعمل أصناف إيه والكلام ده كله. لا عادي، روتين عادي زي أيام العادية كلها. بس الفرق ما بين الأيام العادية وأيام شهر رمضان، طبعا شهر رمضان بنحاول نغتنم كل لحظة وكل دقيقة بتعدي، بنحاول ان احنا نغتنمها، وبقراءة القرآن وبالصلاة. الحاجة المميزة عندي في شهر رمضان الأكل. عادي الأكل هو احنا على طول بناكله، ودايما بنعمل حلويات، ومحدش بيبطل أكل، ومحدش بيموت من الجوع. الحاجة اللي هي بقى مختلفة بقى في شهر رمضان هي الاغتنام بقى، قراءة القرآن، ان احنا نغتنم بقى ونحاول بكل الطرق ان احنا ما نفوتش لحظة كده تمر الا لما نذكر الله ونصلي على الرسول الكريم عليه افضل الصلاة واتم السلام. ربنا يا رب يتقبل منا صيامنا وصلاتنا وزكاتنا يا رب، وان شاء الله باذن الله نكون من المعتقين من شهر رمضان باذن الله. ان شاء الله باذن الله نكون من المعتقين في شهر رمضان بامر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. روتيني بسيط، عبارة عن الفطار، وعملنا الحلو والكيكة ما شاء الله، اللهم بارك. الكيكة اللي زي القمر دي، اللهم بارك، الحمد لله رب العالمين. يعني نادرا لما الكيكة تفشل معايا، الحمد لله محظوظة في اللي عامل الكيكة والحمد لله رب العالمين، يعني ان هي بتنجح معايا دايما. ان شاء الله جربوها على طريقتي وهتنجح معاكم وهتبقى زي الفل. عايزة اقولك ان انا يعني في رمضان بحاول بقدر الامكان اسهل على نفسي الحاجه. يعني زي مثلا المحشي دوت، انا عملته باجي من الليل كده بعد ما بخلص بقى الصلاة والتراويح، والله الله على جمال صلاة التراويح بقى. ربنا يا رب يديمها علينا النعمة يا رب. بعمل كده بعد ما بخلص والاقي نفسي فاضية وكده، باجي جايبه مثلا لو هعمل محشي تاني بكرة، يعني مثلا هعمل محشي، اجي من الليل كده زي ما انتوا شايفين، لو عندي كوسة قورتها والفلفل وغسلتهم ورصيتهم زي ما هم كده بشكلهم اللي زي العسل، وحطيتهم في التلاجة زي ما انتوا عارفين. تلاجتي ظبطتها وجهزتها لرمضان بقى ونضفتها زي الفل، وباجي حاطه الحاجه فيها ما شاء الله اللهم بارك، وباجي جايه تاني يوم اجي عاملاها. عندي رز خلطه متفرز، بس بصراحه لقيت عندي وقت فقلت خلاص هعمل شويه وخلي اللي متفرزين اللي هو يبقى في وقت، يبقى مثلا في عزومه مفيش عندي وقت ابقى متاخره في تجهيز الفطار، هتبقى جاهزه عندي هتنفعني. لكن لما بلاقي عندي وقت بعمل الخلطة دي. عملتها ما شاء الله حلوة. حطيت 4 بصلات. البصل بيخلي خلطة المحشي حلوة ومسكرة، يعني ما تخافيش لو كتر منك البصل. تمام، 4 بصلات، ونزلت عليهم بعد ما اتحمروا بشفشف طماطم. في ناس بتضيف اللي هي يعني بتضيف فص توم ولا كده، بس انا بصراحة ما بحطش وما جربتش ان انا اضيف فص التوم، بس ان شاء الله هنجرب. يعني مش هنخسر حاجة، بس اللي هو الواحد لما الحاجة يعني عارفها حلوة وتمام ومظبوطة معايا فخلاص مش بغيرها. لكن ان شاء الله باذن الله نضيف فص التوم ونشوف. هقول لكم بكل صدق وامانة حلو ولا لا في خلطة المحشي. خلاص على كده، ونزلت بشفشف طماطم، وبعد كده غلت وحطيت الكمون بقى والكزبرة والشطة والملح، وظبطت لها الملح بتاعها. ونزلت بعد كده بنص كيلو رز،
وبعد كده اتشرب الرز والتمام على كده. كنت حاطه له بعدين لما برد شويه حطيت له الخضره، وخلاص على كده الحمد لله رب العالمين. سبتها لما بردت شويه وحشيت المحشي. هنا ما شاء الله اللهم بارك. الصينيه دي هحطها على الفرن، هغطيها بورق الفويل واحطها على الفرن، والحله هسويها على البوتاجاز. وحطيت معلقه سمنه حلوه كده كبيره هنا، ومعلقه هنا سمنه بلدي بتودي الاكل في حته تانية خالص. وخلاص على كده ركنتهم، كان لسه عندي وقت، حشيتهم وركنتهم تمام. عندي الفراخ ديت الحمد لله رب العالمين، دي فراخ شمرت بقى زي العسل، يعني تربية بيتي. مضمونة بقى، حاجة ايدك لا حد جايبها لك ولا انتي مشترياها مش عارفة منين. دي حاجة ايه يعني، حاجة بيتي الحمد لله رب العالمين. يا رب ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. عندي هنا هوت الفراخ ديت هحشيها برضو. اتبقى عندي شوية خلطة من خلطة المحشي. انا كنت عايزة احشي الفراخ اللي هو خضار، بصل بقى وطماطم وكوسة وبطاطس وكده او فريك. بس قلت خلاص هاخد شوية الخلطة دولت حلوين ما شاء الله، وكان ريحتهم زي العسل. فقلت ايه خلاص هحشي بيهم الفراخ. وحشيت بالفعل الفراخ اهو ما شاء الله. فراخ شمرت، مش هتاخد معايا وقت خالص في السوا لان هي صغيرة. حشيتها، وكنت حاطه بقى على النار الحله بقى فيها ورق لورو، وفيها بصل بقى وطماطم وكل البهارات اللي انت حابه تحطيها للحمه او الفراخ او الحاجه اللي انت بتطبخيها. حطيها براحتك. ده اذواق، والاكل اذواق، وكل واحد بيستريح على الحاجه اللي بيعملها. خلاص على كده اللهم بارك. بصوا هنا المحشي كنت ركناه على جنب، اللي هو لسه ما يعني انا مخلصه وركنته. وبعد كده اهو استريحت شويه بقى، قريت لي شويه قران الحمد لله رب العالمين. يعني ايه مش بحاول ان انا ايه واحدة واحدة على نفسي، مادامت عندي وقت خلاص. ما كل ما الاقي نفسي فاضية بعمل مصلحة وبركنها. تمام على كده. عندي ما شاء الله اللهم بارك الفراخ استوت اهي ما شاء الله. عايزة اقول لكم بقت زي يعني دايبة دوب اللهم بارك. هزود بقى المحشي بتاعي بالشوربة. الشوربة انا مظبطه لها الملح، فمش هتحتاج ان انا احط ملح تمام. لو انتي ما عندكش الشوربة ممكن تزودي بمية عادي، وتحطي لها مكعب مرقه. ما عندكيش مكعب مرقه خلاص نفسك في الاكل زي الفل، والله يخلي لك الاكل زي العسل باذن الله. وهنا اللهم بارك الاكل كان اللهم بارك استوى معايا فطار المغرب. فراخ بلدي بقى اللهم بارك، والشوربه زي العسل، والمحشي كوسه على فلفل وزي العسل اللهم بارك، وشويه بقى معصير فراوله. والحمد لله رب العالمين. ربنا يا رب يديمها نعمه ويحفظها من الزوال. خلاص على كده فطرنا جيز، خدنا الحاجة خطوة خطوة. عملت الفطار. أول حاجة المحشي. كنت مظبطة من الليل ومقورة الكوسة والكلام ده كله وغسلاه وحاطاه رصة في الصينية. مفيش غير ان هو يتحشي بس. خلاص لقيت نفسي بعد الظهر كده هو ان انا جاهزة يعني، او قاعدة معنديش حاجة وخلصت مثلا كل اللي ورايا. ولقيت نفسي خلاص يعني قاعدة استريح بقى شوية. فقلت ايه تعالى بقى نحشي الفلفل. عملت خلطة المحشي وحشيت المحشي بتاعي وزي الفل اللهم بارك. بعدها بشوية ركنته، وبعدها بشوية عملت الفراخ طلعتها، كنت مطلعها من الفريزر. والحمد لله رب العالمين يعني فكت وكده وعملتها حشيتها واستوى معايا الاكل اللهم بارك. ودي بقى الوجبة بقى اللي احنا معتادين عليها، يعني أنا الحمد لله معتادة عليها دايما طول السنة برضو مش في رمضان بس. دي وجبة بتطلع لشخص يعني ربنا يا رب يتقبل منا يا رب، وان شاء الله باذن الله يجعله في ايه في ميزان حسنات. خلاص على كده فطرنا الحمد لله رب العالمين وصلينا. اللهم لك الحمد والشكر. انا بحب اعمل الحاجه الحلوه، يعني لو في اليوم اللي هعمل حاجه حلوه بعملها بعد الفطار بقى، بعد ما اخلص فطار وبصلي والكلام ده كله. لكن في ناس تحب تعملها مع الفطار، يعني وهي بتجهز فطار المغرب بتعملها، فعادي اللي يريحك. انا بصراحة بعمل فطار المغرب وبعد كده بنضف المواعين بتاعة فطار المغرب. ولما الدنيا تروق كده والاقي نفسي خلاص الحمد لله رب العالمين خدت كفايتي من الصلاة وقراءة القرآن الحمد لله رب العالمين، خلاص بروح ان انا ايه او لو هعمل مثلا بسبوسة كنافة كيكة الحمد لله. يعني انا عندي عيالي بيحبوا الكيكة، عشان كده دايما تلاقوني بعملها. عملت ايه 4 بيضات. لو بيض بلدي بعمل 5 6 بيض بلدي، لكن ده بيض ابيض كبير. فحطيت 4 بيضات، وحطيت ورقة فانيليا، وحطيت معلقة خل. معلقة الخل بتخلي الكيكة حاجة تانية خالص. وسنة ملح لو حابة تضيفيها.
واللهم صل على النبي، وكوبايه لبن وكوبايه سمنه، كلهم يعني كل المقادير بنفس الكوبايه. بس انا بصراحه بقلل في السمنه، الكيكه بتبقى خفيفه وحلوه خالص ما شاء الله، بيبقى والله انا بحس طعمها بيكون احلى من وهي السمنه فيها. يعني المعيار هو يعني مثلا لو مج كبير لبن بعمل مثلا إيه المج دوت بملأ الا ربع كوبايه الا ربع ماشي، وبحط السمنه يعني سمنه على زيت. واللهم صل على النبي ما شاء الله اللهم بارك. حتى بقى الدقيق دوت ما اقدرش اقولك المكيال بتاعه، لان فيه اوقات بتبقى تلات كوبايات، وفي وقت بتبقى كوباية ونص، وفي وقت بتبقى كوبايتين. فيعني كل دقيقة على حسب ايه اللي هو بيشرب سوائل ولا مش بيشرب. وهنا كنت مبطنة الصينية الحمد لله، مبطناها بزيت ورشة دقيق، وحطيت بقى الكيكة بتاعتي تستوي على النار، كنت مشغلة الفرن تسخن. وخلاص على كده بدأت بقى ان انا انضف الخلاط بتاعي. بصي هاخد كل حاجة اول باول علشان خاطر ايه ما يبقاش المواعين متراكمة، يعني اجي اعمل السحور الاقي الحوض فاضي بقى، كذلك الامر بعد ما اخلص السحور واغسل المواعين بتاعتي اجي اعمل الفطار الاقي المطبخ رايق وحلو ويعني المواعين مش متراكمة على بعضها. فاي حاجة انت تعمليها حاولي ان انت تغسلي او تشطفي المواعين بتاعتها بعد ما تخلصيها، هتبصي تلاقي الدنيا سهلة عندك ومفيش حاجة متراكمة عندك خالص. وعايزة اقولك تبقى في ايدك فوطة كده على طول رايحة جاية اللي هو إيه عشان خاطر احنا زي ما احنا قلنا احنا نضفنا تنظيف عميق وعايزين ننضف على العيد برضو، بس هيكون التنظيف خفيف طبعا ان احنا منضفين بقى التنظيف العميق كله قبل رمضان، وطول رمضان احنا ايدنا في الحاجة برضو ما سيبناهاش تتراكم على بعضها. فعشان كده هتيجي على العيد لو حابة تخبزي وعايزة اقول لكم العشرة الاواخر مش عايزين نضيع منهم ولا لحظة. فنحاول بقدر الامكان ان هو مش هنهلك نفسنا بقى في التنظيف ونسيب العبادة والشهر اللي هو يعني الفضيل اللي بيجي مرة في السنة عشان خاطر لا احنا منظفين وتنظيفات ايدنا فيها على طول. فخلاص على كده زي ما بقولك فوطة في ايدك بقى ورايحة جاية على الخشب بقى تلمعي فيه لو في ترابة كده زي الفل، هتلاقي الحاجة معاكي سهلة والدهون مش متراكمة على بعضها. ويا رب ربنا يجعل ايامكم كلها فرح وكلها اعياد وكل سنة وانتم طيبين. وهنا صينية الكيكة اللهم بارك طلعت معايا ما شاء الله زي الفل، هشة وحلو خالص. جربوا طريقتي في الكيكة ان شاء الله تعجبكم. وده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. السلام عليكم.